شامورش دي مين دي؟ ده عفريت ايزيبيو. الزمالك مش هيجيب ولا جول لان الشبكه مقفوله بسحر اسود. اتفضلوا ادي الشبكه اهي ابا سيدي اهي. ده جوه ايه؟ ما تنطقوا اللي بعديها القرآن مقلوب. اتفضلوا. شفتوه ولا ما شفتوش؟ الشبكه قفل مقفول وقرآن بالمقلوب. حضرتك راضي عن اداء الفريق بعيدا عن الجن والحاجات الخارجه عن اراده الفريق؟ طب اعمل ايه؟ مش زعلان منه لانه انا هزعل منه ليه؟ انا زعلان من الجن ابن الوسخه. ايوه في سحر، ايوه اتعمل سحر. فيا جماعه اللي يتريق ده يروح يتريق عند امه هناك. ما دام فيه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر وصف قل اعوذ برب شر ما خلق شر وصف من شر النفاسات في العقد. ده ربنا بيقول من شر النفاسات في العقد اللي هو السحر ده، هي دي النفاسات في العقد. فده حاسس دي حاجه ثانيه يا دكتور بقى، مش مشكلتنا احنا في النفاسات دي. طب مش احنا بقى، مش مشكلتنا. والله العظيم ده سحر، اقسم بالله ده سحر. ده مين في الاستديو؟ يا سيف اوعى تتريق على السحر، احسن واحد يعمل لك سحر ما تعرفش انت تحلم ازاي. طب ساعات المستشار هتروح بعد اذنك احنا ساعات المستشار يعني كابتن يبوشا ناس كتير بتتكلم عن ان هو نسيب لهم الدنيا كده خلاص يعني، وانا نبطل احنا كده نشجع الزمالك خلاص. اقول اعمل ايه انا؟ ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخواننا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. قول لي بقى، في قبل الماتش بحوالي ساعة ونص جماهير نبوه جابت أرانب وقعدت تذبح في الشبكتين وفي وسط الملعب. ايه ده بقى، طقوس جديدة دي ولا ايه؟ والله هو أول مرة تحصل السنة دي. هي حصلت السنة اللي فاتت، كانت برضو الأمور كانت واقفة معانا شوية، فحصلت السنة اللي فاتت فما هم جابوا أرانب وكده الأمور اتفكت شوية. هم ده اعتقاد بكده يعني، رغم إن هي السنة اللي فاتت ذبحته ومشيت. السنة مشت في ماتش كفر الشيخ فمشت الأمور، فهم في اعتقادهم إن ديت ممكن يعني على اعتقادهم إن ديت ممكن تفك النحس. هل في ارتباط بين الميه والمصحف؟ قلت لك عشان الزحلقه اللعيبه، قلت لك عشان الزحلقه اللعيبه. يعني اهو خلي بالك، ادي الميه اهي الاول اهي، ادي الميه اديها. ده زي ما يكون بيرش ورد. ده اسمه عبد الله يا جماعه، ده من 5 من عمال غرف الملابس في نادي الزمالك. يعني الحقيقه بنشوف حاجات جديده في الكوره يا كابتن فاروق. يعني مش طب الصلاه و3 كور ب3 اجوان مظبوط. فانا والعياذ بالله طبعا والله المهم يعني ماتش كوميدي. اللعيب بينزل بيتصاب، لازم نقعد نفكر ايه الاصابات الكتيره دي وليه لا، يعني ما يكونش حد عامل اللعيبه دي حاجه. انا خلاص انا بدات اصدق ان في حاجه معموله للعيبه دي، كنت مستبعد الموضوع ده بصراحه، لكن لا انا لازم افكر برضه. ما انا ربنا مديني عقل وربنا قايل الكلام ده في القران بيحصل. وقبل كده سمعنا عن مش عارف اسمها ايه دي بتاعه الاعمال وبلد اسمها ايه تانية بتاعه الاعمال. الناس راحت يعني، الناس دورت يعني، فليه لا؟ ليه ما نجيبش مثلا بجد والله العظيم انا الحاجات مذكور في القران، فنعمل كده بجد، نعمل كده. كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يعمل كده. في عدم فهم للي حصل من اللاعبين، كلهم كانوا خارج نطاق الخدمه. ايمن حفني بالذات انا كلمته على جنب وسالته ايمن ايه اللي حصل؟ قال لي انا حاجه غريبه جدا حصلت لي. انا اول مره من فتره كبيره جدا انام الساعه 12 واصحى الساعه 10. دخلت الملعب بسخن عادي جدا، وانا بسخن لقيت مغص، فابتديت احس ان انا تعبان. طلعت قست الحراره، لقيت الحراره طلعت فجاه ل40. ابتدى كلام في النادي بقى، فكره هو اللي بيحصل يعني اللعيبه فجاه كده كل حاجه غريبه وعجيبه. في بيت فرج عامر ده غير ممدوح عباس، حكي لي انا الماتش جايب ولد، الماتش المصري ب $5000 والافريقي بيدفع اسف مصري 5000 جنيه عشان احلفت، والافريقي ب $5000. سيد عبد الحفيظ تاني بقول بالاسم اهو، جايب ولد غني خلي بالك، وجايب ولد قاعد في اسكندريه. لما ادور لا معمول له سحر اسود في نيجيريا. طبعا ممدوح عباس جايب واحد مغربي قاعد. واحد قال لي النهارده كلمني قال لي ده هو جايبين ساحر سنغالي. بتحداك يا عصام حضري، ولو اتكلم هقول له الراجل اللي بيعمل السحر السوداني اللي بيروح له. والاخ هيثم قاعد 21 يوم في المغرب وجاب الواد معاه من المغرب، عيب. ففي سحر، ودي قبيله معروفه هناك، وهاني طبعا بيقعدوا يتريقوا عليه في قبيله. اقول لك على حاجه
طبعا. يعني نقلوها لي ناس قريبين جدا وعملوا بطريقه مباشره مع انشيلوتي مدرب ايفرتون ومدرب طبعا الميلان السابق وباريس سان جيرمان. انشيلوتي معاه ساحر افريقي موجود معاه بشكل دائم في التدريبات والمباريات. احنا هنغلب كابتن حلواني. خبط ليه؟ ابشروا ادي كشف بالمرحومين اللعيبه اللي ماتوا واللي هيلعبوكم اهو. فين اللي اسمه ايه ده؟ خلاص 11 عفريت اهم. طيب مكتوب ايه بقى؟ اولا سوره الساحر رجب محمد شيب رجب بحه. القران الكريم بيقول لك هذا الساحر بيفرق بين الراجل ومراته، مش هيفرق بين الهداف والشبكه. في العرض مين اللي بيصد بقى؟ الجون بتاع يعني لا مين اللي بيصدها؟ الجن اللي ممدوح بس. والله فعلا يا باشا. واي واحد هيهرج هقول له يبقى انت بتتريق على القران الكريم، يبقى انت مش معترف بالقران الكريم. وحياة امك الغاليه عملوا سحر للعيبه، واللي كنت مش مقتنع بالسحر يا جاهل يبقى انت كافر ما تفهمش القران الكريم. ايوه بس ايه دليلك يا سياده المستشار؟ ايه دليلك على السحر؟ ما هو الناس السحر موجود في القران، لازم يكون في دليل. عندي الدليل. مين وليد سليمان ده اللي لابس خاتم كل سحر وشعوذه، ولما بينزل بيجيب اجوان بيبقى نازل بالجن بتاعه، تمام؟ لا مفيش كده، مفيش رياضه كده، مفيش وساخه كده. بطل تمشي بالسحر والشعوذه بمناخيرك دي، بطل السحر والشعوذه، بطل نهايتك هتبقى سودة، هتلاقي في يوم من الايام جن ركب فوقك مش هتعرف تطلع منه. بطل تكسب بالسحر والشعوذه.